يا سلام على الباذنجان. لو كان مقلي ومعاه فلفل حار وبالخل يخليك تقول الدنيا لسه بخير. بس عايز اقول لك على حاجه ما تندهش، في حاجه غريبه قوي. انت عارف رغم كل التقدم العلمي والطبي وانتشار الباذنجان على موائد الملايين، لسه في ناس بتسال الباذنجان ممكن يسبب الجنون؟ هي مش نكته، بس هي حكايه قديمه. في ايطاليا القرن الثالث عشر كان الاعتقاد ان الباذنجان بيقود للجنون. وفي مصر في القرن التاسع كان في شائعة منتشرة أن الجنون بيزيد في المناطق اللي بيزرع فيها باذنجان. طبعا كلام مش مظبوط وكلام مش علمي. الأجمل بقى من الخرافة هو الواقع الحقيقي للباذنجان. هقول لك على رأي ثلاثة من كبار أساتذة الطب في مصر، وهو الدكتور رمضان إيهاب رمضان أستاذ طب النفسي، كتب ببساطة أجمل أكل في الوجود. أما بقى الدكتور عصام الخواجة استاذ الطب النفسي في جامعات امريكا قال انا من عاشق الباذنجان بكل انواعه واشكاله ومشتقاته. الدكتور ابراهيم لطفي الاستاذ بكليه الطب كتب تحت عنوان الباذنجان مين يقدر عليه، قال هو الشيء الوحيد اللي صندوق النقد الدولي ما يقدرش عليه. طبعا يعني بيضحك، لان الباذنجان يقدر يظهر مقلي ومخلل وبابا غنوج ومسقعه ومحشي لو حب يتنكر. الباذنجان مش متدلع وبيفضل في حاله، وطعمه في الحواري هو نفس طعمه في أفخم الفنادق، عمره ما اتغير ولا اتكبر، ودايما صين النعمة. بقول وانا صغير وبدنجان مقلي مع فلفل اخضر وخل وتوم هو عشق لا ينتهي، وصديق العمر وحبيب الكل، ورفيق ورفيق الخلوة، ورفيق اللحظة الحلوة على السفرة. الباذنجان مش بس أكلة، دي قصة شعب بيحب الحاجات اللي من غير فشخرة ولكنها دايما حاضرة وبطعم لا ينسى. أرجوك إن لم تكن قد اشتركت في القناة الخاصة بي اشترك، فهذا يسعدني